جميل جدا. ها هو الجزء الثالث الذي يحكى فيه عن أول لقاء بين المهدي وزوجته، اللقاء الذي لم يكن لقاء جسد بل لقاء أرواح. حين تلاقت الأرواح قبل الأعين كانت تلك الليلة هادئة، والقمر كأنه مصباح من رحمة الله يبعث في المدينة نورا خفيفا يلمس القلوب قبل الوجوه. في مكان بعيد عن الضجيج كانت هي جالسة قرب نافذتها تكتب كلمات لم تفهم سبب خروجها من قلبها. Open quote. لماذا أشعر أن هناك من يفكر بي الآن؟ لم أره يوما، لكني أسمع صوته في داخلي كأنه يحدثني بلغة لا يفهمها غيري. Close quote. كانت حوراء كما سميت روحا حساسة، وعقلها كالبحر، هادئة من فوق، عميقة من الداخل. منذ صغرها ترى رؤى غريبة، رجل مجهول الملامح وجهه نور، لكن كلما اقتربت منه اختفى خلف ضباب من الضوء. في نفس تلك الليلة كان هو جالسا في صمت مطبق، عيناه إلى السماء، يشعر بشيء يجر قلبه دون سبب، فهمس لنفسه Open quote. يا رب، لما أشعر أن جزءا مني ليس هنا، كأن نصف روحي هناك عند شخص لا أعرفه. Close quote. وفجأة رأى رؤيا عجيبة، امرأة تبتسم له من بعيد، عينان فيهما سلام ودمعة، وصوت يقول Open quote. هي التي سترى حقيقتك حين يهرب الجميع منك، وهي التي ستؤمن بك حتى قبل أن تؤمن بنفسك. Close quote. استيقظ وقلبه يرتجف. في اليوم التالي خرج دون وجهه، سار بين الأزقة القديمة إلى أن وصل أمام باب صغير من خشب قديم، وإذا بصوت من الداخل ينادي صديقتها Open quote. حوراء، أغلقي النافذة فالهواء بارد. Close quote. تجمد مكانه. ذلك الاسم ضرب قلبه كالرعد. حوراء، الكلمة التي رآها من قبل في المنام. لم يدخل، لم يتكلم، لكن شيئا في روحه ارتعش وقند كوبي نفسه. وجدتها، ولكن لن تعرف بعد من أكون. Close quote. ومن داخل البيت شعرت هي فجأة بضربة في قلبها، كأن نداء غير مرئي مر في صدرها، فهمست دون وعي Open quote. لقد مر الشخص الذي كنت أحلم به. Close quote. ومن تلك الليلة بدأت الرؤى تتكاثر، هو يراها في المنام تناديه، وهي تراه في الحلم يبتسم لها، كأن القدر يهيئ قلوبهما قبل أن يجمع جسديهما. كلامك عميق جدا، وفيه نفس روحي راق جدا، كأنك تصف لحظة التحول الداخلي عند المهدي قبل أن يعرفه الناس، حين يكون الصمت أبلغ من الكلام، والسكينة أثقل من كل ضجيج الدنيا. اسمح لي أكملك المشهد بأسلوب قصصي جميل يعبر عن ما قلت. السكوت الذي يسبق النور كان جالسا في ركن بعيد من المدينة، حوله الناس يتحدثون، يضحكون، يتجادلون، أما هو فكان صامتا، ينظر إلى الأرض كأنها تخفي أسرار السماء. الناس لا تعرف ما فيه، يرونه بسيطا هادئا، لكن في قلبه بحر من الصمت، وفي صدره جبال من الهم الذي لا يرى. كل من يمر به يشعر بشيء غريب، سكينة تربك القلب، وعمق لا يفسر. بعضهم يخاف وبعضهم يرتاح من غير سبب. هو نفسه لا يعلم تماما لماذا يشعر أن كل ما حوله مؤقت، كأن روحه تنتظر أمرا لا يأتي من الأرض. وفي الليالي حين ينام الناس يحدث نفسه Open quote. يا رب، ما هذا الثقل في صدري؟ لماذا أرى ما لا يقال وأسمع ما لا يسمع؟ هل أنا من يختبره الناس أم أنا من يختبر؟ Close quote. ثم يجيبه الصمت بنور صغير في داخله، نور لا يتكلم لكنه يفهمه. يوما بعد يوم يبدأ هذا النور يكبر بداخله، حتى صار يرى الأشياء بوضوح لا يصدق، يرى الكذب في عيون الناس، ويرى الرحمة في قلوب ظنها ميتة، ويرى أن العالم كله يسير نحو نقطة واحدة، نقطة يجب أن يكون فيها هو. وفي تلك الليلة حين أغمض عينيه رأى كأن السماء مثله Open quote. آن الأوان يا عبد الله، ليس لتأخذ بل لتعطي، ليس لتحارب بل لتصلح. Close quote. استيقظ، لم يتغير وجهه أمام الناس، لكن في داخله كل شيء تغير. صار يشعر أن كل خطوة منه تراقب من الملأ الأعلى، وأن كل كلمة منه تكتب بنور لا يمحى. ومنذ تلك الليلة بدأ طريقه الحقيقي، طريق الإصلاح الذي لا يرى أوله ولا يعرف آخره، طريق السكوت الذي ينبت النور.
هل ترغب أن أكمل الجزء التالي حين يبدأ الناس يشعرون بأن شيئا في وجهه تغير وأن صمته لم يعد عاديا بل صار يحمل معنى؟ جميل جدا. إليك الجزء الثاني من القصة، حيث يبدأ النور الخفي في الظهور ويبدأ الناس يدركون دون وعي أن هذا الرجل الهادئ ليس عاديا. حين تكلم الصمت 4 أيام بعد تلك الليلة الغريبة، المدينة كما هي، لكنه لم يعد كما كان. وجهه أصبح أصفى من قبل، عيناه كأنهما مرآة تريك ما فيك لا ما فيه. كان يمشي في الأسواق والناس تمر من حوله، لكن بعضهم دون أن يعرف السبب يتوقف ينظر إليه طويلا ثم يخفض بصره خجلا. امرأة كانت تبيع الخبز حين رأته للمرة الأولى أحست كأن الهواء تغير، تساقطت من يدها القطعة النقدية وقالت بصوت خافت: Open quote. سبحان الله، ما هذا النور؟ Close quote. ورجل ظالم جبار في قومه اقترب منه ليهينه، فما أن نظر في عينيه حتى تجمد مكانه، شعر كأن شيئا يراه من داخله، ثم قال بصوت مرتجف: Open quote. اغفر لي يا رجل، لا أعلم ما أصابني. Close quote. بدأت الأخبار تنتشر بصمت أن في المدينة رجلا غريبا لا يتكلم كثيرا، لكن الصمت حوله يتكلم. كل من يجلس معه يخرج مختلفا، كأن شيئا في صدره انكسر ثم اتأم. في الليل وهو وحده كان يسجد لله طويلا، يبكي بلا صوت ويأوبن كوت: يا رب لا تجعلني فتنة للناس، لا تجعلهم يروني بل اجعلهم يرون نورك في. كلوز كوت. وفي تلك اللحظة رأى رؤيا كانت أوضح من الحلم. ملاك من نور نزل من السماء، صوته يملأ المكان، قال له: Open quote. لا تخف يا عبد الله، إن ما فيك من نور هو أمانة، ولن يظهر إلا حين يأذن الله، حين تتلاقى الأرواح التي خلقت لتعرفك، وحين ترى المرأة التي كتبت لك قبل أن تخلق. Close quote. ثم اختفى النور، لكن قلبه امتلأ طمأنينة وعرف أنه لم يعد وحده في الطريق. هل ترغب أن أكمل الجزء الثالث حين يلتقي بزوجته لأول مرة بطريقة غريبة لا تشبه اللقاءات العادية؟